السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابنا وأصدقائنا، مرحبا بكم. اليوم أول أفريل 2019 راح نفحصوا البيض تاع الكوبل تاع الباناشي. اليوم عنده تقريبا 7 أو 8 أيام، يعني ما كانش عندي الوقت باش نفحصوه في اليوم السادس. مي معليش نفحصوه اليوم إن شاء الله. الطريقة كيما موالفين بالبريكي، كيما راكم تشوفوا البريكي فيها ضوء. على بركة الله. البيضة الأولى ملقحة، البيضة الثانية ملقحة وبها العروق، البيضة الثالثة ما شاء الله ملقحة كيف كيف، البيضة الرابعة ملقحة والجنين راه يتحرك لداخل كيما راكم تشاهدوا، والبيضة الخامسة ما شاء الله الله يبارك كيما راكم تشوفوا الجنين راه يتحرك. الحمد لله الحمد لله والشكر لله، هذا من فضل ربي والعاقبة للجميع إن شاء الله. نعاودو نفيريفيو من الجهة الأخرى كيما راكم تشوفوا البيضة الأولى، البيضة الثانية ربي يبارك، الثالثة ما شاء الله، الرابعة والله صدقوني هذه أنا قلت ما يكون فيها والو، باسكو الشكل تاعها جاي شغل الحبات تاع العنب جاية طويلة، مي الله يبارك. والخامسة ما شاء الله ما شاء الله، ربي يوفق الجميع وإن شاء الله موسم رائع على جميع مربي الطيور. هذه الطريقة خاوتي. دوك نرجعوه للعش ونعطيوه للأنثى تحضنه. أنا رجعناه للعش وراهي الأنثى تحضن بكل أمان. الحمد لله، وربي يوفقكم كامل وربي ينجحكم كامل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.